صباح جديد يجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان، وحلقه جديده من مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم بابنائها المخلصين في كل مكان. طبعا يعني خلاص احنا في اواخر ايام اجازه نص السنه، ودايما في اجازه نص السنه الناس كانت بتحب تروح لاسوان والاقصر وتزورهم وتعمل يعني زياره بالباخره او زياره لاشهر المعالم السياحيه والاثريه الموجوده في محافظه اسوان بالتحديد. محافظه جميله جدا جدا جدا، يمكن ما قدرناش نروح لها احنا شخصيا، لكن جبنا ابنائها وجبنا احلى معالمها معانا في حلقه النهارده. حلقه اسوانيه ويوم ونهار مميز اسواني بامتياز، بلون طمي النيل وبطعم التوابل الاسوانيه المميزه وبالبراح اللي موجود في اسوان للروح والقلب والعين. لو عاوز انك انت تعيش في يعني سلام نفسي يبقى اسوان افضل مكان. أسوان بتقع في جنوب مصر وبيحدها من الشمال الأقصر، من الشرق محافظة البحر الأحمر، ومن الغرب محافظة الوادي الجديد. أسوان طلعت لهذا البلد عباقرة في كل المجالات. في مجال الغناء عندنا محمد منيب، أحمد منيب، محمد منير. عندنا كمان في مجال الكورة فاروق جعفر، إبراهيم يوسف، إسماعيل يوسف. عندنا في مجال الفكر والأدب العقاد. عندنا يعني علامات كثيرة جدا فارقة ومميزة من محافظة أسوان بتصدرها لنا. الفن الأسواني والتراث الأسواني فن أصيل جدا هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، وهيكون أبناء أسوان كمان شاخصين وموجودين معانا. من فقراتنا النهاردة اللي بنحتفي بيها في حلقتنا من محافظة أسوان الأستاذ ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن أسوان، هيكلمنا عن محافظة أسوان خاصة بعد زيارة الرئيس ليها وإقامة مؤتمر الشباب في هذه المحافظة، واللي أصدر العديد من التوصيات اللي من شأنها أنها ممكن تغير من الخريطة الأسوانية وتجعل أسوان مرة أخرى في بؤرة الاهتمام الثقافي والسياحي والاقتصادي. أسوان بلد تستحق لأن عندها إمكانات هائلة جدا، لكن محتاجة استغلال أمثل لهذه الإمكانات. وأعتقد أنه يعني اعتبار أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد بموجب التوصيات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير ممكن يأثر، خاصة واحنا بنفكر نقيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، وده حدث تاريخي وحدث يعني ثقافي مهم وممكن نستقطب بيه كل السائحين من أنحاء العالم لو خطط له صح. هنتكلم النهارده مع الأستاذ ياسين عبد الصبور عن مشكلة أسوان، عن إمكانات أسوان، عن أماني وأحلام هذه المحافظة في جنوب مصر. كمان هيكون معانا فقرة عن الآثار الأسوانية. محافظة أسوان إلى جانب النيل والطبيعة الخلابة فيها مجموعة رائعة من الآثار اللي هنتكلم معاها بالتفصيل مع إيناس الشافعي الباحثة في علم المصريات. خلينا نتكلم معاها عن يعني المعالم الجميلة اللي بنشوفها هناك، جزيرة النباتات، متحف النوبة، وغيرها من الاشياء، طبعا معبد فيلة وجزيره فيلة الرائعه. كل ده هنتكلم عنه، وهنتكلم كمان عن تاريخ النوبه، لان النوبه مرت بمراحل كتير جدا جدا من ما قبل التاريخ الى النوبه القبطيه والنوبه الاسلاميه وصولا الى النوبه في هذا العصر. ونتكلم عن احلام اهل النوبه اللي من حقهم يحلموا، واحنا لازم نستمع لاحلامهم ونحاول نحققها. كمان هيكون لنا لقاء طوال الحلقه مميز جدا مع الفن النوبي الجميل والاصيل والمميز جدا من خلال فرقتنا اللي بتشرفنا النهارده، فرقه شوبكني. وشوبكني لها معنى مميز جدا، هي بتعالج الفن التراثي الاصيل. النهارده موجودين معانا مع المطرب فرح المصري باشراف الاستاذ شمس حسين. بنرحب بيكم، اهلا بيكم معانا، وان شاء الله هنستمتع معاكم بفنكم الجميل طوال الحلقه. النهارده هتكون فقرات مميزه جدا وحلقه زي ما قلنا اسوانيه بامتياز، هتشعركم بالدفء حتى لو الجو فيه لسعه من البرد في القاهره، فما زالت اسوان تبعث بدفئها وشمسها الى محافظه القاهره. فاصل ونرجع نبدا اول فقره.